السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. تعال بقى نشوف تاني نهاية وهي عنوانها البيضة اللي في المربع السادس. ده الموقف اللي معانا او دي النهاية اللي معانا. تعال نجربها على البورد. طبعا هنا بيقول لي الدور على الابيض. خلاص كده احنا عملنا البورد وحطينا القطع في مكانها. طيب في عندي كام احتمال اصلا عشان العب النقلة الجاية؟ عندي ادي واحد، عندي بقى الملك. ممكن الاحتمالات دي كلها ايه المفروض ان هو احسن احتمال؟ مثلا لو انا اتحركت في المربع ده اللي هو الاف 5، اللي حصل هنا دلوقتي ان انا لازم الملك يكون هو اللي سابق العسكري او سابق البيدق. ما ينفعش يكون الملك خلف العسكري. في الحالة دي هو هيقف قدام العسكري، مش قدامه حل تاني اصلا. طيب حتى انا لو عاوز ارجع للوضع بتاعي تاني واستناه ان هو يرجع ورا، طبعا هو ملوش غير حل واحد بس، ان هو يرجع في نفس محاذاة العسكري، في نفس المربع اللي هيرقي فيه العسكري. طيب حتى انا لو حبيت ان انا ارجع مكاني تاني، هو هيجي في نفس الفايل اللي قدام الملك، اللي بيوازي الملك، وهيبقى قصاد الملك دايما. يعني حتى لو الملك حب ان هو يتحرك تاني يروح على الجنب التاني، فهو عادي هيقف هنا، يجي هنا عادي هيرجع ورا، اطلع قدام هيجي في برضه في محاذاة الملك. ده كده الموقف تعادل خلاص. لو رجعنا الموقف تاني من الاول، الحل ده كده خلاص مش مظبوط. حتى لما رجعت برضه ورا في اي مربع تاني برضه الموضوع تعادل. طب في الموقف ده مش قدامي غير ان انا خلاص نقلت العسكري. الملك مقفول عليه من هنا ومن هنا ومن هنا، ملوش غير مربع واحد بس، ان هو يرجع في الاي 7. بعد كده الملك بتاعي في الجي 7 مأمن مربع الاف 8 خلاص اللي هو هيرقي فيه، ومأمن كمان العسكري بس. وبعد كده بقى الملك يروح في اي مكان تاني هو حابب يروح فيه، وبعد كده رقي. الموقف ده بيقول او النهايه دي بتقول لو العسكري بتاعي في المربع السادس والملك سبورت ليا او بيدعم او بيحمي البيدق، وانا معايا النقله اللي جايه، والملك الاسود واقف على مربع ترقيه، مش هيبقى لي مكان تاني يروح فيه غير المربع ده. بعد كده اطلع بالملك بتاعي أأمن ترقيه العسكري. طيب النهايه دي في حاله ان الملك بتاع الاسود واقف على الاف 8 اللي هو مكان الترقيه اصلا، فممكن بعد كده ان انا ازق البيدق. طيب تعال نشوف الموقف اللي بعد كده. في الكتاب بقى بيقول لي تعالى بقى نشوف لو حركنا بس الملك مربع واحد، خليناهوش في مربع الترقية، لا خلينا في المربع اللي جنبيه مثلا او اللي قصاد الملك. طبعا الدور دلوقتي على الابيض. تعال نشوف ايه اللي هيحصل على البورد. تمام دلوقتي احنا غيرنا بس مكان الملك الاسود، والدور دلوقتي على الابيض. ايه اللي ممكن يختلف من المربع الاف 8 للجي 8؟ تعال نشوف الاحتمالات. عندي البيضة يطلع قدام، عندي الملك يجي هنا او هنا او هنا او هنا. طيب تعال نجرب الاحتمال بتاع المرة اللي فاتت ان احنا نطلع بالعسكري قدام. الملك هيمنع العسكري ان هو يرقي. الاحتمالات بعد كده الابيض ان انا احرك الملك في اي مكان عادي. لو حركت الملك هنا تعادل، لو حركت الملك هنا طبعا الاسود هياكل وتعادل برضه. طيب يعني بعد كده اي حركة للملك هيبقى تعادل بالظبط، يبقى كده الموقف تعادل. طب انا لو حركت الملك الابيض هنا برضه تعادل. هنرجع للموقف اللي فات على طول، لو حركنا الملك برضه هيبقى تعادل. اذا طول ما الملك الاسود والابيض متوازيين على فايل واحد مش هينفع البيضة يرقي. انما لو الملك عكس الملك الاسود هيقدر بعد كده العسكري يرقي. كده موقفين على النهاية دي لو العسكري الابيض على الصف رقم 6 او الرانك رقم 6. طيب تعال نشوف موقف ثالث او وضع مختلف من الكتاب. الكتاب برضو ده وضع رقم 3 للقاعدة دي. تمام احنا كده عملنا الموقف على البورد والدور على الابيض. تعال نشوف احتمالات برضو ان العسكري ده هيرقي ولا لا. لو جينا شفنا حتى قاعدة المربع من غير الملك، لا العسكري بتاعنا هيتاكل طبعا. ادي المربع بتاعنا اهو، الملك اصلا في قلب المربع، فاستحالة ان العسكري بتاعي يرقي من غير مساعدة الملك. طيب عندي كام احتمال؟ عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة او خمسة ستة. طيب تعال نشوف نجرب اول احتمال ان انا اطلع بالعسكري والاسود بعد كده عنده النقله دي. خلاص استحاله الملك بتاعي يوصل للبيضه او يحميه، خلاص كده الموضوع تعادل. كده الاحتمال الاولاني ده فشل خلاص. لو جينا فكرنا في احتمال مثلا زي قلب الملك هنا، ايه اللي ممكن الاسود يعمله؟ ان هو ما عندوش غير المربع ده بس اجباري. طبعا الملك مفيش ليه مربع يلعب فيه هنا ولا هنا، المربع ده بس المتاح. بعد كده الملك الاسود عاوز يمنع البيضة. خلاص كده وصلنا للموقف اللي قبل كده اللي هو اول موقف خالص، ان انا بعد كده هزق البيضة هيتحرك، اطلع هيتحرك، وبعد كده ارقي. طب لو لعبت الحل ده ايه اللي ممكن يحصل؟ ان الملك الاسود هيلعب هنا. بعد كده وصلنا للموقف رقم 2 اللي هو عندي بيدق في الرانك رقم 6 والملكين على فايل واحد متوازيين قصاد بعض. لو لعبت العسكري خلاص الموضوع تعادل.
لو بعدت بالملك خلاص الموضوع تعادل. طيب لو لعبت هنا مثلا، هو قدامه ان هو يلعب الملك هنا، اطلع بالملك قدام، هيتحرك هنا، خلاص وصلنا لموقف رقم واحد، العسكري على الصف السادس والملك قصاد العسكري، خلاص انا ممكن بعد كده ارقي عادي جدا. اذا كل ما في الامر ان القاعده بتقول لي ما تخليش الملك قصاد الملك. لما لعبت الملك الابيض هنا كان في موقف اجباري للملك الاسود ان هو يتحرك بعيد عن محاذاه الملك الابيض. حتى بعد ما لعبت هنا خلاص الدور هنا دلوقتي على الاسود، لازم يتحرك، ما قدموش غير ان هو يتحرك هنا او يرجع للمربع تاني. فلما اتحرك هنا بقى في الموقف الاولاني خالص انا حرك العسكري بعد كده ورقي. انما لما لعبت الملك الابيض هنا خلاص بقى في هنا افضليه للاسود ان هو يجبرني بعد كده، خلاص احنا الاتنين قصاد بعض، انت اللي عليك الدور تتحرك، انت بقى شوف هتتحرك فين وتحرك، خلاص مش قدامه حل تاني، لازم بعد كده يبقى خلاص قصاد بعض بعد كده مش هيتحركوا تاني. طيب حتى لو لعبت الملك هنا، الملك الاسود برضو مجبر على ان هو يتحرك بعيد عن الملك الابيض، لان الملك الابيض لو اتحرك كده خلاص الدور دلوقتي على الاسود لازم يتحرك هنا. رجعنا الموقف الاول خلاص هيرقي الملك في موازاة الملك والعسكري على الخط السادس او الصف السادس، الموضوع هيبقى تعادل. انما لو حاولت انك تخلي الملك مش في محاذاة الملك والعسكري بتاعك على الصف السادس، لا هترقي عادي جدا. وده كده موقف تاني من مواقف الصف السادس، العسكري في الصف السادس. تعال نشوف الموقف اللي بعد كده في نفس برضو النهاية، العسكري على الصف السادس والملكين بالشكل ده. تعال نشوف كده القطعة دي على البورد بتاعتنا. دلوقتي ده الموقف بتاعنا، العسكري على الصف السادس والملكين بالشكل ده. الدور على الابيض، في كام احتمال علشان العب النقله اللي جايه؟ عندي نقله البيدق، عندي الملك ممكن يجي هنا او هنا او هنا او هنا او هنا. تعال نجرب اول نقله، نقله العسكري. ايه اللي حصل؟ خلاص انا كده فصلت البيدق عن الملك، سهل جدا خلاص ان الموضوع يخلص تعادل. يبقى اول نقله دي ما تنفعش للعسكري خلاص. طيب تعال نشوف احتمالات الملك، تعال نشوف في المربع ده كده الملك الاسود هيروح فين؟ مالوش هنا ولا هنا ولا هنا. طب ممكن يرجع ورا؟ ممكن. ايه الاحتمالات اللي موجوده بعد كده؟ عندي احتمال ان انا ازق البيدق، طيب هيبقى كده مفصول عن الملك وهيتاكل، الاحتمال ده كده خلاص. طيب عندي احتمال ان انا اطلع بالملك في مربع الاف 6 او اجي هنا في الاي 5. تعال نجرب كده في الاي 5، خلاص بقى فرصه للاسود ان هو يقف قدام البيدق، بقى في محاذاه للملك. كده احنا وصلنا لموقف رقم 2 ان هو تعادل. طيب تعال نرجع كده، الخطوه دي ما كانتش صح. تعال نطلع فوق طيب في الاف 6. طب هيبقى كده الملك في محاذاة الملك، لا ما هو الدور على الاسود، يعني انا كده لعبت بس الدور دلوقتي على الاسود، كده الاسود هو اللي هيتحرك، انا كده بجبره ان هو يتحرك بعيد عن محاذاة الملك الابيض بتاعي. خلاص هو كده قدامه يا اما المربع الجي 8 او في الاي 8، هو هيقف هنا عشان يمنع البيدق. كده وصلنا لاول موقف خالص، ازق البيدق واطلع ورقي. اذا المواقف كلها تتلخص في موقفين بس، الموقف الاول والموقف الثاني. تحاول تخلي الملكين مش قصاد بعض طول ما العسكري في الصف السادس. تعال نشوف اخر موقف معانا في النهاية دي، اللي هو لو عندي عسكري في الصف السادس. لو بالنسبة للاسود انت كابيض في عسكري اسود على الصف السادس والملك بيحميه. تعال بقى نشوف القطعة كده على البورد بتاعتنا. دلوقتي الدور على الابيض زي ما موجود عندنا. طبعا هنا بيقول لي كش ملك بالبيدق. طيب عندي كم احتمال هنا للابيض؟ عندي ادي 1 2 3. انا دلوقتي في موقف ان انا مش معايا اي حاجه خالص، فانا بلعب على التعادل. انا لو رحت في المربع ده اللي هو الاتش 3، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ خلاص العسكري هيرقي عادي جدا، حتى لو نزلت تحت هنزل بالملك اسود وهيرقي. طيب يبقى اذا الحل ده مش كويس خالص. طيب في حل تاني ان انا ارجع في الجي 1 او الاتش 1. تعال نرجع في الجي 1. ايه اللي حصل هنا؟ بيتهيألي الموقف ده شفناه قبل كده، ده اول موقف واحنا خلاص بقينا عارفين النقله، نقله البيدق هيتحرك الملك وبعد كده يرقي. طيب مفيش حل تاني غير الاتش 1، يلعب الاتش 1. طيب الاسود قدامه ايه؟ يكش الملك او يلعب الملك قدام في الاف 2. طيب تعال نشوف، لو قلنا كش هروح في مربع الجي 1، كده خلاص وصلنا للتعادل. لو ما اتحركش هنا مثلا واتحرك بعيد هياكل طبعا العسكري. طيب لو ما لعبش العسكري ولعب الملك، الملك الابيض هيروح فين؟ ملوش اي مكان يتحرك فيه، فكده برضو تعادل. انما الحل هنا للابيض ان هو يلعب في الاتش 1، بيجبر الاسود بعد كده يا اما يلعب البيدق يا اما يلعب الملك. لو لعب البيدق خلاص
انا واقف قدامه. لو لعب الملك تعادل. بس كده يبقى احنا كده خلصنا. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وفي امان الله. مع السلامة.